السؤال الأكثر سؤالا في الدي امز، ناس كتيرة بعتت لي في الدي امز في انستجرام وتيك توك وصحابي كمان: امتى اروح للايف كوتش؟ هلخص لكم الحالات اللي ممكن تحتاجوا فيها انكم تروحوا للايف كوتش. اول ما تحس انك تايه ومتخبط والطريق مش واضح قدامك في حاجة معينة، مش عارف تحدد الطريق او الهدف في حياتك، ومش متأكد ازاي توصل لهدفك، اللايف كوتش يقدر يساعدك انك تحدد القيم بتاعتك اللي منها هتقدر توصل لهدف في حياتك ليه معنى، ويساعدك ترسم الطريق وتعمل الخطة اللي هيساعدوك توصل للهدف ده. رقم 2، لو انت بتعاني من المماطلة او التسويف ومحتاج تتعلم ازاي تحفز نفسك، بمساعدة اللايف كوتش تقدر انك تتعلم تبطل تسويف وتكتسب عادات جديدة تساعدك توصل لأهدافك. لما تكون محتاج تتعامل مع التغييرات الكبيرة في حياتك، تغييرات زي إنك مثلا نهيت علاقة كانت مهمة بالنسبة لك أو مؤثرة عليك، رحت بلد جديدة، نقلت شغل جديد. بعض التغييرات لما بنمر بيها بنبقى محتاجين حد يساعدنا إننا نتأقلم في المرحلة دي، ونكون كمان حاسين باتزان نفسي في نفس الوقت، وقادرين إننا نأدي في حياتنا أحسن ونتعامل مع الترانزيشنز دي بأحسن شكل ممكن. حاجة كمان تخليك محتاج لكوتش هي ازاي انك تدير التوتر والارهاق. لما بتحس بالضغط والارهاق بسبب احداث في حياتك او بسبب الشغل، احداث عاطفية او عائلية حصلت في حياتك او اي مسؤوليات تانية انت بتقوم بيها، من كتر الضغوط دي بنحس ان احنا عطلانين ومش قادرين نكمل. اللايف كوتش هنا بيساعدك انك تعمل حدود صحية في حياتك وتعمل روتين متوازن يساعدك على النمو ويساعدك انك توصل لأهدافك وتعيش مرتاح اكتر. Improving self-confidence and self-esteem. طيب، الصورة الذاتية والثقة بالنفس والحاجات دي لو احنا عندنا فيها مشكلة، انا مش واثق في نفسي، انا مش بقدر نفسي، كلامك مع لايف كوتش بيقدر انه يساعدك تتحدى الافكار السلبية ورأيك السلبي في نفسك، انك تكون فاهم نفسك كويس وواثق من نفسك وصورتك الذاتية تكون احسن. الصورة الذاتية ببساطة انك تكون شايف نفسك بشكل كويس وشايف قيمتك كويس وعارفها. حاجة كمان تخليك محتاج تتكلم مع لايف كوتش لو كنت محتاج انك تطور علاقاتك ومهاراتك في التواصل في البيت، في الشغل، في الجامعة، في علاقاتك بشكل عام. اللايف كوتش بيقدر ان هو يساعدك تتواصل مع الناس في البيئات المختلفة بشكل ناجح اكتر ومتطور وفي ثقة بالنفس وراحة اكتر. Achieving work-life balance ببساطة شديدة، لو انت مضغوط في شغلك وحاسس انك مش عارف تظبط يومك وعمرك متاكل منك كده ومش مسيطر على اليوم بسبب ضغط الشغل وهامل صحتك وعلاقاتك، اللايف كوتش بيقدر انه يساعدك تتعلم تعمل توازن لجوانب الحياة المختلفة. يساعدك ازاي؟ يساعدك بمساعدتك انك تفهم اولوياتك وتحددها، وتعرف ازاي انك تعمل حدود صحية وتعمل نظام لحياتك مريح ومرضي. Building healthy relationships ببساطة شديدة، لما تكون حاسس ان علاقاتك فيها تحديات ومشاكل وأريافة كتير والدنيا مش ماشية معاك كويس، او لو انت بدأت تبص على علاقاتك وتلاحظ انها توكسيك وفيها باترن مؤذية بتتكرر باستمرار، الكوتش بيقدر يساعدك انك تتعلم التواصل بينك وبين الناس اللي تهمك، يساعدك انك تحل النزاعات دي وتكون علاقات صحية. Coping with grief or loss لو كنت بتمر بخسارة حد غالي عليك أو علاقة كانت مهمة في حياتك، المرحلة دي بيكون فيها حزن كبير وبتكون تقيلة. في الحالة دي اللايف كوتش بيقدر ان هو يساعدك تتعامل مع الألم وبيقدم لك الدعم والتعاطف اللي انت بتكون محتاجه في الفترة دي، وبيساعدك تتعلم أساليب جديدة تتعامل بيها مع الألم وتوصل للتشافي بشكل أحسن. لو كنت حاسس بعدم رضا على وضعك الحالي في شغلك، فدي من ضمن الحاجات اللي اللايف كوتش بيساعدك فيها إنك تحط مسار أو خطة لحياتك المهنية وتحدد نقط قوتك وشغفك، وبيساعدك إنك تعمل خطة تطورك وتنمي منك وتطلع كل الطاقة اللي جواك.
في النهاية عشان نريكاب، اللايف كوتش وظيفته ان هو يكون ماشي جنبك في رحلتك، ينور لك الطريق ويساعدك تتغلب على صعوبة وتعقيدات الحياة، وتعيشها وانت مستشعر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها، ومستشعر إمكانياتك اللي تقدر بيها تغير حاجات كتيرة في حياتك، وإنك تعيش بشكل فيه مرونة أكتر. بس الأكيد إن الكوتش مش هيعرف يعمل ده لوحده، وإن لازم قبل ما تفكر تستعين بكوتش يبقى عندك النية إنك عايز فعلا تغير. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وتابعوني لو مهتمين تسمعوا عن كونتنت بيتكلم عن الكوتشنج ونصايح في الحياة والتطور والروتين واكتساب العادات.